هي ليه الناس بتطفش من الشركات اليومين دول وكله عمال يغير وكله عمال يمشي؟ طبعا انا بتكلم على مجال المهندسين لان هو ده اللي انا شغال فيه. طيب، عايزين نتفق على مبدأ كده بغض النظر طبعا عن الاتش ار وافكار الاتش ار، لكن عايزين نتفق على مبدأ ان في شويه سنين حلوه خلاص اما كانت الدنيا مستقره، كانت دايما الاتش ار بيوصل صوره لاي صاحب عمل ان مرتباته من احسن المرتبات اللي في السوق، او ان احنا وذ المارجن فما عندناش مشكله. ده ترتب عليه ان لما حصل انفليشن رهيب، الناس اللي هو كان بيقول عليها مرتباتها كويسه دي هوب فجاه قيمه مرتباتها نزلت النص. فالنهارده الناس بتعمل ايه؟ النهارده الناس كلها بتعمل عمليه بتلف تعمل سايكلينج جوه الشركات. اللي بياخد 5 بيروح ياخد 10، واللي كان بياخد مكانه 5 بيرجع مكانه هنا ياخد 10. فاضطرت الشركات فجأة انها تعمل دبلنج للبادجت، فالاتش ار لبس الناس في الحيط. طيب احافظ على الناس ازاي واقعد الناس ازاي؟ الموضوع سهل جدا. انت عارف الناس الشاطره اللي عندك خلاص، اكيد هم بيمثلوا حوالي من 5 ل 10% من عدد الناس اللي موجوده في الشركه. هتجيب الناس دي خلاص وتعمل لها بلان، وتقول لهم يا جماعه ان انا في خلال سنه هعمل لكم تغيير في مرتباتكم ممكن يوصل الى 100%. خلاص، واكيد الناس دي او البادجت دي بدل ما الناس السكيل ده عندك اللي هي شايله الشركه دي تمشي وتجيب ناس اغلى منها وما انتش ضامن ان هي تديك نفس النتيجه، يبقى انت كده بتقدر تحافظ على الموضوع يا جماعه سهل جدا. بس الناس هي اللي مش عايزه تعمل، والناس هي اللي مش عايزه تساعد. كل واحد بيدور على مبدأ ايه؟ التوفير. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واعمل شير.